طيب يعني مشروع سفنكس بقى، يعني خلينا ناخد من الحته دي، بيتقال عليه انه مشروع المستقبل. ممكن حضرتك توضح لنا فكرته بشكل مبسط؟ طيب مشاريع مصر اسكندريه الصحراوي بالاخص هي تعتبر مشاريع بتدمج ما بين الزراعه والعمار او العقار. احنا هنا برضو يعني بنقول عمراني مش عقار لسبب لان الشكل العمراني هو اقرب شكل بيحافظ على الطبيعه وعلى الاراضي الزراعيه مع يعتبر رفع كفاءه الموارد زي او الخدمات زي المرافق والبنيه الاساسيه. فده اللي احنا بنشتغل عليه، ان احنا بنقدم نموذج زراعي مع الحفاظ على كل مقومات الزراعه من حيث الناحيه الانتاجيه، مع اضافه الادوات او الخدمات او المرافق اللي تقدر ان اولا تقدر تخليني ان انا ابقى مقيم في المشروع. فعلشان كده المشروع يعتبر دي كمشاريع زراعيه سكنيه. والنقطه الاهم ان انا ببقى ضامن المستقبل بشكل سكني ممتاز جدا. وده طبعا يرجع للدولة في إصدار القرارات الفترة اللي فاتت اللي بتنظم الأماكن العمرانية الجديدة. عندنا مثلا كان مثال أو نموذج مدينة سفنكس الجديدة، دي واحدة من مدن الجيل الرابع اللي بتقام على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، واللي تعتبر مساحتها حوالي 77,000 فدان، مقسمين ومخططين بشكل جيد جدا جدا من خلال جهاز مدينة سفنكس الجديدة. فبالتالي أنت كمستثمر لما بتستثمر في منطقة زي دي، فاول حاجه طبعا بتبص عليها المقومات الحاليه واللي ذكرناها كمقومات زراعيه ممتازه جدا، والمستقبل المنطقه دي بمعنى اصح رايحه على فين. فاحنا بنتكلم في واقع زراعي ممتاز جدا نظرا لجوده التربه وخصوبتها ودرجه ملوحه المياه القليله اللي تقدر تخليني ان انا ازرع يعتبر معظم انواع الزراعات، مع طبعا ضمان المستقبل اللي يعتبر انا بشتريه من دلوقتي، او زي ما بنقول كده بضع قدما فيه، وهو في طريق مصر اسكندريه الصحراوي اللي يعتبر محور التنميه العمراني حاليا في مصر.